اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كل سنة وانتم طيبين ورمضان سعيد عليكم. السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ تعالى نعمل مع بعض الكنافه التحفه دي. بجد النهارده هقولك على الطريقه تعمليها وتطلع معاكي لونها مظبوط بالشكل اللي انت شفتيه دوت. كوبايه من السمنه معانا اهيت، ومعانا كده مجين ونص من الحليب، تمام، وكيس كده من الكاستر. وهنزود برضو، يعني نشوف الاضافات بتاعتنا. حاجات بسيطة جدا زي ما انتي بتعمليها، يعني عادي ممكن تعمليها بنشا كمان بدون اي حاجة. وحطيت كده حوالي نص مج من السكر. السكر ده اختياري، انا بحط كده بالبركة، بس انا عارفة المقدار قد ايه. ومعلقة كده من النشا، تمام. وحطيت السمنة كده على النار تفك معانا. وهقلب بقى النشا والكاستر والسكر كده تقليبة كويسة، تمام، وارفعهم على النار. والسمنه بتاعتنا تفك كده، ونشوف بقى الكنافه بتاعتنا ونظبطها ازاي، ونديكي مقدار للصينيه يطلع معاكي سمكها حلو، ويطلع معاكي الكاستر مظبوط فيها، وما يطلعش في الجناب ولا يبهدل الصينيه معاكي ولا اي حاجه خالص. هنشوف كل الخطوات ان شاء الله، وان شاء الله تعجبكم باذن الله. حطيت كده الكاستر على النار، تمام. وكنت طبعا بعمل الفطار، بس انا عملتها جنبه وصورتها لوحدها عشان ما يبقاش الفيديو هي والفطار، يعني والفطار يبقى الفيديو طويل عليكم. تمام. هنا الكاستر معانا استوى خلاص، هطفي عليه ونشوف بقى الكنافه. الكنافه هي كنت حطاها طبعا من قبلها بيوم في الفريزر، تجمد كده بالشكل دوت. لما بتجمد كده معاكي بتطلع تحفه. وممكن كمان تحطيها في الكبه وتضربيها ضربتين تلاتة، بتروح ناعمه وجميله جدا. بس طبعا يعني لو انتي مثلا خايفه على الكبه او مش عايزه تهلكيها، حطيها في الفريزر وطلعيها كده تتكسر معاكي، وهتبقى ناعمه وجميله جدا جدا. بصوا بالطريقه اللي انتوا شايفينها دي، مش هتحتاجي لا الكبه ولا تحتاجي لاي حاجه. تمام. هنعمها بالشكل دوت كده ونشوف مع بعض. كده خلصتها، دول نص كيلو، يعني مش كتير كنافه. ودي الصينيه اللي انا هعمل فيها. هجيب بقى السمنه بتاعتي اللي انا سيحتها، كوبايه السمنه. كنافه يعني سمنه، حطي شويه سمنه حلوين كده، تطلع معاكي احلى صينيه كنافه. كوبايه سمنه هتظبط معاكي صينيه بالمقدار دوت. تمام. هنحط بقى الكنافه كده في الصينيه كده بالتساوي فوق السمنه، بحيث ان هي تاخد كلها طبقه واحده. هتحطيها طبعا في الفرن. انا بولع الفرن وانا بجهز كده اكني بعمل كيك. الفرن يبقى سخن معايا، وساعات مش بولعه، بس انا بولعه يعني قبليها اغلب الاوقات عشان خاطر يسخن. حطيها كده تاخد طبعا على طول السمنه تتفاعل مع الكنافه وتديكي طبقه حلوه. مش بقلب الكنافه في السمنه ولا اي حاجه. هنا الكاستر كان سخن، بحط الكاستر في النص، وبحاول بقدر الامكان اني ما يوصلش للجناب جامد، يعني ما يبقاش الحروف كلها مليانه كاستر، لا. بقدر الامكان يبقى في حرف كده في الجناب كنافه ما عليهوش كاستر، عشان خاطر ما تلزقش معانا في الجناب وتزهقك لما تيجي تقلبيها وتتحرق منك طبعا وهي اللي بتستوي. تمام. فهحط هنا بقى الكنافه. احطها ازاي؟ اول حاجه هبدا بالحروف اللي هي ما فيهاش كاستر. هرص الحروف طبعا كلها كده بالكنافه، بحيث ان هي يعني زي عمليه تبطين يعني كده، عشان خاطر ما يطلعش الكسر على الحروف بالطريقه دي كده. تمام. وبعد ما احط بقى في الجناب، اجي حاطه على الطبقه اللي في النص. مش بتك عليها خالص، يا دوبك بس بسويها تسويه، ولكن تتكيه لا. مش بكبسها زي الكنافه الساده او الكنافه اللي بالمكسرات. الساده او بالمكسرات بكبسها، انما ديت اللي بتكسر مش بلمسها، يا دوبك بسوي بس من على الوش. خلاص كده معانا. حطيت كده الطبقه اللي انا عاوزاها. بصوا هي كده معانا جاهزة وتمام جدا. هجيب بقى بقية السمنة اللي معانا، وابدأ احط كده ارش كده اوزعها يعني. بالطريقة اللي انتوا شايفينها ديت، هوزعها واقفل الشوية اللي باقيين، هما زي حوالي ربع كوباية يعني مش كتير. اهو وزعتها كده، وهدخلها الفرن نشوفها لما تطلع. بصوا الجمال، تحفة، لونها جميل جدا، ما قلبتهاش وما ولعتش الفرن من فوق. هي لما احمرت من تحت اخدت طب اللون من فوق عشان الفرن سخن. تمام. والشربات ده كنت عاملاه معاكم، و يعني كنت عاملاه بصراحة وحطاه كده في الجردل ده كده في التلاجة،
استخدم منه. هنزل لكم طريقته حلوه جدا، وهقول لكم طريقته تبقى مظبوطه ازاي. دي الكنافه. تمام معانا كده اهي. هي كده شربتها خلاص، جاهزه معانا. هسيبها تهدى سنه بس واقلبها معاكم اهي. الجناب كده بتاعت الصينيه بردت شويه، ان انا اعرف امسكها بقى كده بسم الله واقلبها اهي، عشان ناخد بقى الطبقه ايه اللي هتشوفوها دلوقتي تحفه. بسم الله. بصوا الجمال، بجد تفتح النفس. والصينيه من تحت كده ايه، يعني اكنك مش عامله فيها كنافه اصلا. بصوا الجمال، بسم الله ما شاء الله عليها، سوا لون واحد. مظبوطه جدا جدا. وكستر فيها حاجه كده تحفه. طبعا انا كنت عاملاها العصر كده، وسبتها بقى لحد ما جهزت بقى فطاري وخلصت. وبعد الفطار كده، بعد ما فطروا بقى، عملنا ايه، فنجانين قهوه كده، فنجانين قهوه وجنبهم حته كنافه بالطريقه اللي انتوا شايفينها دي. بصوا لون الكنافه عامل ازاي، بجد تحفه، بيتكلم عن نفسه. جربوها ان شاء الله هتعجبكم باذن الله. يا رب الفيديو يعجبكم، تكونوا استفدتوا منه وتجربوها وتطلع معاكم تحفه بالطريقه دي واحلى كمان. وعايزه اقول لكم ان الكاستر اتوزع فيها، يعني ساح جواها. لسه نيو فيديو جديد، مع السلامه.